يفرحون إلى مراقب الصعود ومراقب الخلود. من أراد المعالي هان عليه كل هم، لأنه لولا المشقة ساد الناس كلهم. ونصوص الوحي تناديه سارع ولا تلبث بناديه، وتابع ولا تنفذ بواديه، اطلب الأعلى دائما وما عليك. فإن موسى لما اختصه الله بالكلام قال رب أرني أنظر إليك. تريد المجد ولا تجد، تخطب المعالي وتنام الليالي، ترجو الجنة وتفرح في الجنة. قام رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وربط الحجر على بطنه من الجوع وهو العبد الأفواه، وأنميت عقباه بالحجارة وخاض بنفسه كل غار. يدعى أبو بكر من الأبواب الثمانية لأن قلبه كان معلق بربه كل ثانية. صرف للدين أقواله وأصلح بالهدى أفعاله، وأنفق في سبيل الله أمواله، هاجر وترك عياله. لبس عمر المربع وتأوه من ذكر الموت وتوجع، وأخذ الحيطة لدينه وتوقع، عدل وصدق وتحجد، وسأل الله أن يستشهد فرزقه الله الشهادة في المسجد. عليك الجد إن الأمر جد، وليس كما ظننت ولا هنت، وبادر فالليالي مسرعات، وأنت بمقلد الحدثين نمت. اخرج من سرداب الأماني يا أسير الأغاني، وانفض غبار الكسل واهجر من عزل، فكل من سار على الدرب وصل. نسيت الأعياد وأخرت الصلوات، وأذهبت عمرك السهرات، وتريد الجنات. ويلك والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب، وما ساد الأسد حتى وثب. الحمامة تبني عشها، والعنكبوت تهندس بيتها، والظبي يحفر مغارة، وأنت لك مدة ورأسك على المخدة. احرص على ما ينفعك، لأن ما ينفعك يرفعك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بالقوة يبني القصر المنيف، وينال المجد الشريف. صاحب الهمة ما يهمه الحر، ولا يخيفه القر، ولا يكلفه المال، لأنه تدرع بالصبر. صاحب الهمة يسبق الأمة إلى القمة. عمي بعض المحدثين في فترة الرواية، فما كل ولا مل حتى بلغ النهاية. مشى أحمد بن حنبل من بغداد إلى صنعاء، وأنت تفتر في حفظ دعاء. ووضع ابن تيمية في الزنزانة، فبرز بالعلم زمانه. اعلم أن الماء الراكد فاسد، لأنه لم يسافر ولم يجاهد. ولما جرى الماء صار مطلب الأحياء. بقيت على سطح البحر جيفة، لأنها خفيفة. وسافر الدر إلى قاع البحر، فوضع من التكريم على النحر. فكن رجلا رجله في الثرى، وهامت همته في الثريا. يا كثير الرقاد، أما لنومك نفاد، سوف تدفع الثمن يا من غلبه الوثن. تظن الحياة جلسة وكبسة ونمسة وخلسة، بل الحياة الشريعة ودمعة وركعة ومحاربة بدع. نشكر الطالبة